وبكده عملنا احلى حلا بارد، المهلبية بالجيلي. شايفين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة كده حلوة وتبرد على قلبنا كده في الحر اللي احنا فيه. نبدأ كده بقى ندوقها. بسم الله. بتتباع في المحلات بالشيء الفلاني يعني. بسم الله. شايفين؟ حاجة كده من الاخر، قمر يعني في قلبك، يعني في قلبك. يلا نبدأ كده ندوق. تحفة تحفة، جربوها وهتدعولي. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها، واسفة على الغياب، وان شاء الله نستأنف فيديوهاتنا. وطبعا هنعمل حاجة حلوة كده للصيف للولاد. وطبعا عارفين ان الصيف بيحب الحاجات الباردة، فطبعا هنبدأ بحاجة حلا باردة كده ترطب على قلبنا في الصيف ده، والولاد بيحبوها جدا. يلا بينا هنعمل احلى حلا بارد. يلا بينا. كده معايا نص لتر لبن او حليب بارد مش سخن. هنحط عليه، هنعمل مهلبية يعني مهلبية عادية خالص. هنحط عليه معلقتين من السكر، هنخليهم 3 معالق سكر. حطينا 3 معالق من السكر. لازم اللبن يكون بارد. هنحط 3 معالق نشا، وهنقلب كده على البارد. لما قلبنا النشا والسكر ومع اللبن هنبدأ نرفعهم على النار. وهنبدأ نقلب. مهلبية عادية خالص يعني لو بتعرفي تعمليها. ما بتعرفش تعمليها ادينا معاكي اهو خطوة بخطوة. نبدأ نقلب كده عشان النشا ما يتكتلش. لو هتعملي كمية لبن اكتر من كده، بتعملي على كل كوباية لبن بتحطي معلقة نشا ومعلقة سكر. نقلب كده لحد لما القوام يبقى سميك شوية، وبقى سميك خالص اهو. شايفة القوام؟ هيغلي هو هيبقبق وبعد كده هنقفل اهو كده. خلاص تعرفي ان هو كده خلاص السمك بتاعه اتظبط. اول ما يبقبق كده بنبدأ نقفل بقى نصبه عشان نملى الاطباق. بس كفايه كده. تمام جدا. هو انا كنت عامله المهلبيه لوحدها قبل كده على القناه يعني، بس النهارده بقى بنعمل حلا بارده مختلفه خالص، هتشوفوها في الاخر. احنا خلصنا؟ لا ما خلصناش. المهلبيه هتبرد وهنرجع نحط الطبقه الفوقانيه. يلا بينا لحد بقى لما المهلبيه بتاعتنا تبرد. يلا بينا هنعمل الجيلي اللي انا جايباه النهارده. هو الجيلي بتاع كوكس بالفراوله. انت عايز تجيبي باي طعم اللي بيعجبك يعجبك، بس انا بحب الكوكس عامه يعني. هنبدا نجيب حاجه عشان نحط فيها. دي كوبايه ميه مغليه، ربع كوبايه يعني ربع كيلو او كوبايه ميه مغليه اللي هي 250 مللي اهي. هنحط عليهم الكيس. بسم الله. هنقلب كده لحد لما يدوب. هحط معلقتين سكر، يعني السكر ده حسب الرغبه، يعني لو انت عايزه مش عايزه خلاص، عشان بس انا بحبه بيبقى مسكر شويه. دي اختياريه، بس انا بحب السكر يبقى فيها مظبوط. نبدأ برضو نقلب كده السكر مع الجيلي عشان كله يدوب مع بعضه كده. الجيلي داب. هنبدأ بقى بنفس الكوباية
المعياريه اللي معايا دي او بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها هنحط ميه ساقعه، ميه مشبريه. شايفه اهي. برضو هنقلبهم مع بعض. بقى نجيب المهلبية بتاعتنا ونبدأ نصب. بسم الله. بسم الله. وهنبدأ نحطها في التلاجة. ودي شكلها بعد ما طلعت من التلاجة بعد 4 ساعات. شايفين بقى الشكل متماسك ازاي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الجيلي؟ شايفين بقى الطبقة؟ طبقة هي المهلبية وطبقة الجيلي فوقيها، حاجة كده تطري على قلبي. شايفين حاجة كده من الاخر قمر يعني في قلبك، يعني في قلبك. يلا نبدأ كده ندوق. تحفة تحفة، جربوها وهتدعولي. يلا بقى، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. جربي الطبقات الجميلة دي وهتدعيلي. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.